ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفعه إلا بتوبة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يغير ما بقوم من البلاء حتى يغيروا ما بأنفسهم من الذنوب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دينه باق ما بقي الدنيا الرحمن، وصوته سيعلو في كل مكان، صلى الله عليه وعلى الآل والصحب ما بقي في الكون من الأنام، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا مرحوما، وأن يرزقنا فيه الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا النفاق والرياء والسمعة وسوء الأخلاق. اللهم اجعل هذه ساعة إجابة، اغفر ذنوبنا وشد أزرنا وارحم ضعفنا وألف بين قلوبنا واهد بنا وانصر بنا ولا تستبدلنا. اللهم نصرك الذي وعدتنا إياه، اللهم نصرك يا كريم على أعداء الدين من الكافرين والمنافقين، فرق جموعهم وشتت شملهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم ثبتنا عند البلاء وزدنا قوة وإيمان، واجعل بأسنا على عدنا ولا تجعل بأسنا بيننا، قوي شوكتنا وارحم غربتنا وارحم غربتنا وارحم غربتنا. اللهم أطلق ألسنتنا بالحق، ثبت قولنا واشرح صدورنا وارفع ذكرنا، وارزقنا الشهادة في سبيل ديننا. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فنواصل بفضل الله تعالى ما بدأناه في الكلام عن أركان الإيمان، ونحن في الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تكلمنا في لقاءات مضت، لا أذكر كم، 3 دروس مضت في الركن الرابع، وهذه هي الحلقة الرابعة من الركن الرابع من أركان الإيمان، نتمم فيه إن شاء الله ما بدأناه. الإيمان بالرسل شرط لازم في صحة إيمان المسلم والمؤمن، فلا يستقيم ولا يتم ولا يصح الإيمان إلا بالإيمان بالرسل الكرام. وقد تكلمنا عن معنى الإيمان بالرسل وعن تفاصيل عديدة جدا فيما مضى،
عن الإيمان بأول الرسل، عن الإيمان بآخر الرسل، عن عدة الأنبياء الرسل، عن المذكورين منهم في القرآن وكذا في السنة، وعن المشكوك في نبوتهم. ثم تكلمنا بعد ذلك عن النبوة هل هي كسبية أم اصطفاء. ثم تكلمنا عن خصائص الأنبياء. ثم تكلمنا عن مقتضى بشريتهم أي عن صفاتهم، وأنهم من البشر ليسوا آلهة ولا ملائكة. وتكلمنا عن مقتضى بشريتهم ولما لم يكن من الملائكة رسل، وأن البشرية التي جعلهم الله فيها كانت في أكمل صورة من البشر، فقد حباهم الله بما اختصهم عن سائر البشر في المواهب، في النسب، كذا أنهم من الذكور، وأنه لم يبعث نبيا امرأة ولا رسولا، وأنه عز وجل حباهم بالكمال الخلقي وبالكمال الخلقي إلى آخر ذلك. ثم انتهينا فيما أذكر آخر ما تحدثنا عنه هو الكلام عن وظيفة الرسل. ما هي وظيفة الرسل؟ وهذه تحتاج إليه الأمة الآن، لأننا خلفاء في الأرض نقوم بهذه الوظائف ونؤدي هذه الأمانة كما ائتمن الله عز وجل عليه. فما هي وظيفة الرسل؟ قلت الوظيفة الأولى التي ذكرها أهل العلم كما جاء في القرآن والسنة هي البلاغ. البلاغ أي البلاغ من الله إلى خلقه. قال الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يبلغون، هذه وظيفتهم، يبلغون رسالات الله أي من خلال ملائكة الله عن الله إلى الخلق الذين أراد الله عز وجل لهم الإيضاح والبيان. قال الله عز وجل: إن عليك إلا البلاغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. طيب، وظيفة البلاغ المفترض أننا نقوم بها الآن، وهذا البلاغ لا يقتضي لزاما هداية المبلغ، لا، فالمبلغ قد يؤمن وقد لا يؤمن، لكننا نسأل يوم القيامة عن البلاغ ولا نسأل عن هداية الناس. يعني مهمتك أن تقول للناس افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، هذا حلال هذا حرام، هذا يرضي وهذا لا يرضي. إن استجابوا لك فبها ونعمة، نسأل الله أن يشرح الصدور، وإن أعرضوا فلا حجة لنا عليهم غير البلاغ ولا سلطان لنا عليهم إلا البلاغ. يبقى مسألة الوظيفة الأولى التي قام بها الأنبياء المفترض أننا نقوم بها الآن، وهي بالضبط وبالتحديد تعني شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، البلاغ. لذلك دعوة الليبرالية والديمقراطية والعلمانية وظيفتها الأساسية إسقاط البلاغ. يعني وظيفة هذه الحركات الفكرية، وظيفة هذه المعلمات المستوردة إسقاط الدين، يعني إسقاط البلاغ. يعني لا تقل افعل أو لا تفعل، كل يفعل ما يحب ويشتهي، لا يمنع أحد أحدا إلا إذا اعتدى عليه. يعني لما أنا يصيبني ضرر خلاص من حق أن أعترض، إنما أن يفعل المنكر أمام الناس، أن ترتكب الفواحش
ان تنتهك الاموال، ان تسلب الخيرات، كل ذلك انت مالكش علاقه. فبقى عندنا حقين اثنين بس، حق العام والحق الخاص. الحق العام اللي هو الممتلكات العامه، يقول لك ده بيمشي في المال العام، فبقى ده المصطلح بتاعنا المال العام. او حق الخاص ان هو اعتدى على ملكي انا، على حريتي انا. اين حق الله؟ لا ملوش مكان. اين حق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا ده موضوع تاني. اين حقوق الاخلاق التي جاءت بها الرسل جميعا؟ الاداب، النفوس السليمه، لا. لذلك وظيفه البلاغ هي شعيره الامر المعروف والنهي عن المنكر. يعني ما من نبي الا وقال لقومه افعلوا ولا تفعلوا. طبعا في زمن الحريه الذي هو الاباحيه لا يجوز لك ان تقول افعل ولا تفعل. هذا ممكن في المسجد، وان اذنا ففي حدود الصلاه والطهاره والعباده وبس، لا علاقه لك بما سوى ذلك. هذه مصيبه. فقضيه البلاغ قضيه مهمه جدا. قال الله عز وجل في سبب بيان خيريه الامه انهم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وأن سبب اللعن عند السابقين لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ليه؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا يعني ما الذي جعلهم يقعوا في المعاصي العظيمة وفي الاعتداءات والتجاوزات؟ ايه اللي حصل؟ كانوا لا يتناهون بيان العلة التي أدت إلى هذه النتيجة. فشعيرة الأمر والنهي هي شعيرة الحصانة للمجتمع. يعني الجهاز المناعي للمجتمعات وللأفراد هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا سلبت الأمة شعيرة الأمر والنهي سقطت الأمة. لازم تفهم الكلام مهم جدا. ولا عم الفساد وانتشر إلا بسقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والذي نفسي بيده ليوشكن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين العقوبة أن يبعث الله عليكم عذابا من فوقكم ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ايه اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يحذر وينذر الأمة من هذا العقاب الشديد الأليم؟ ايه المقدمة بتاعت الحديث؟ أنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن. ادي الترتيب الطبيعي. يعني اذا لم نفعل سينزل عذابا من فوقنا فندعو الله فلا يستجاب لنا. السبب ايه؟ مش ان احنا بنصليش، لا احنا بنصلي، احنا بنصلي وبنصوم وبنزكي وبنحج، حاجه زي الفل. احنا نلاقي ملايين بيحج وبنلاقي ملايين بيصلوا، أمة المليار ويزيد، ومع ذلك لا نجد الأمر والنهي. لذلك سقطت الأمة وصغرت وهانت في عيون نفسها وفي عيون عدوها. هذا السبب. فمهمة البلاغ، وظيفة البلاغ وظيفة الأمان. يعني بالضبط كأنك تحفظ للأمة بقاءها، لأنك إذا تركت الأمة بلا أمر ونهي أي بلا جهاز مناعي سيتسلل إلى جسدها ما ليس منها، فإذا بها تكثر الأمراض. فإذا كثرت الأمراض وكثرت الأدواء وكثرت الابتلاءات النتيجة إيه؟ تموت. شو إيه؟ احنا عندنا أمراض كتير. إيه سبب الأمراض اللي عمالة دي؟ مفيش مضاد حيوي بمصطلح الأطباء. إيه هو المضاد الحيوي؟
مفيش قوة مضادة، مفيش جهاز مناعي. الجهاز المناعي أصبح لا يعرف العدو من الحبيب. زي يعني هذا للتقريب في الطب، يقول لك الراجل ده أو المريض ده أو المريضة دي عندها إيه أو عنده إيه، عنده تكسير في الصفائح الدموية مثلا. يقعدوا يبحثوا طبيا ويعملوا تحاليل وعينة من نخاع الشوكي وعينة من عارة الكبد وعينة من الكلى، لم يجدوا أبدا أي سبب. فتوصلوا في النهاية إلى إيه؟ لما عجزوا عن التشخيص الطبي قالوا إيه؟ قالوا الجهاز المناعي وصل إلى حالة إلى السعار، لا يعرف جنده من عدوه، فأصبح يأكل بعضه بعضا. الجهاز المناعي بتاعه نفسه هو اللي بيكسر الصفائح، هو اللي بيهلك الكرات الدم، وبالتالي بقى خطر. طب المفروض نعمل ايه؟ نفقد جهاز المناعه ده. معنى نفقد جهاز المناعه معناها ايه؟ معناها يضيع الجسد، صح ولا مش صح؟ كده لما يبداوا يستخدموا الكورتيزونات والحاجات دي معناها ان الجسد خلاص بقى بدا الكبد يتاثر والكلى تتاثر وبدا الاستسقاء وبدا التورم وبدا الشرايين، كل الكلام ده كله نتيجه ايه؟ ايه السبب؟ نتيجه ان الجهاز المناعي فشل فسد. فلما تعالج الجهاز المناعي معناها انت بتنهي الجسد كله، وهو ده الامه مع التشويه. الامه تكثر فيها الامراض، السبب انه لا يوجد جهاز مناعي. الجهاز المناعي القوي الذي يحيط الذي يحفظ الذي يصون هو الامر المعروف والنهي عن المنكر. فمهمتنا ايها الغرباء في زمن الاعاجيب أننا ننهض بهذه الأمة من جديد ونصبر لله، ونسأل الله أن ينصر بنا وأن يصلح بنا، أن نعود إلى وظيفة النبيين ووظيفة المرسلين، إلى البلاغ عن رب العالمين. إذن أول وظيفة وأعظم وظيفة هي البلاغ، فقوموا بها يا عباد الله، وأدوا ما عليكم ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. نسأل الله أن يوفقنا وأن يستخدمنا. أما الوظيفة الثانية هي الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله عز وجل. ربما واحد يسألني يقول يعني هو هناك فرق بين البلاغ والدعوة؟ نعم، فالدعوة فيها بذل مزيد من الجهد، بذل مزيد من الصبر، بذل مزيد من البيان. فلم يقف موقف النبي أو الرسول أو لم تقف وظيفة الأنبياء على البلاغ فقط، بل الدعوة، يعني يقومون بالدعوة بكل وسيلة تتناسب مع كل قوم ومع كل فرد. فالدعوة تحتاج إلى جهد أكبر، إلى تيسير أكبر، إلى ضرب أمثال، إلى صبر، إلى تحمل. فهذه وظيفة الرسل، ولهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما، والحديث الصحيحين، مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاة. يبقى ده مش موضوع بقى بيبلغ بس، ما قالهمش يا جماعة في جيش هنا خدوا بالكم، لا، ده بينادي، بيوقظ، بيصرخ: وإني أنا النذير العريان فالنجاة. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهل، لأنهم صدقوا وأخذوا بالأسباب، فانطلقوا على مهل فنجوا، وكذبه طائفة من قومه فأصبحوا مكانهم.
فصدعهم العدو فأهلكهم واجتاحهم. فمن أطاعني يقول صلى الله عليه وسلم في بيان الطائفتين كذبوا وصدقوا، يقول فهؤلاء الذين نجوا أي صدقوا وعملوا بما صدقوا به فمثلهم كمثل من أطاعني وصدق ما جئت به. والذين كذبوا فمثلهم كمثل من كذب ما جئت به من الحق. هو ده الوقت. الأمة بتشتكي على مستوى الأفراد، بتشتكي وإن كان الناس بيتفاوت، كل واحد بيشتكي على قد دماغه أو على قد بطنه. أي والله كل واحد بيشتكي، بس في واحد بيشتكي على قد دماغه، واحد بيشتكي على قد بطنه. واحد يقول لك الأسعار غالية، هي دي مشكلة. واحد يقول لك البطالة، هي دي مشكلة. واحد يقول لك الفساد والرشوة والربا، واحد يقول لك العري والتبرج، واحد يقول لك الكذب والزور، واحد يقول لك قلة الأدب والتجاوزات في الشوارع، واحد يقول لك ما عاد في أخلاق ولا أدب ولا احترام. كل واحد بيشتكي. الأمة كلها أمراض، لكنها في النهاية تشترك في الخروج عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصدقهم العدو، استيقظوا من النوم ففوجئوا بأن العدو على رأسهم. هو ده اللي احنا فيه، هو ده اللي احنا فيه، إلا من رحم الله. نحن لا نستطيع أن نقيم ظهورنا، لا نستطيع أن نقيم ظهورنا، لأنه لا يقام الظهر إلا بالدين، ونحن نضرب من الأمام ومن الخلف. والأمة المستضعفة ويطعن كل ليلة وكل ساعة في إخواننا في غزة وفي العراق وفي كل مكان وفي السودان، جهارا نهارا ليلا ونهارا، واحنا بنتكلم في الكورة والدنيا كلها قايمة عشان تحفة من التحفة. ليه؟ لماذا هذه اللي يعني هنقول بما أصف واقع الأمة إلا من رحم الله، ولكنه لا ييأس أبدا، فإن الله وعد، ووعد الله يأتي بين ساعة وأخرى. والله نثق أن النصر آت وقريب جدا جدا، لكن نصدق في إيماننا ونؤدي معنا. الدعوة وظيفة الأنبياء الثانية مع مزيد من البذل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه رأى الجيش والقوم هكا لكنه ما تقاعس، بل قام وبين وبلغ وقال أنا النذير عيان، النجاة. لكن بارك الله في دعوتي فأطاعه طائفة. يبقى في النهاية أنت ترجو هذه الطائفة، لا تزال طائفة من أمتك على الحق ظاهرين إلى آخر الحديث، كما قال صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا يذكرني بالحديث الذي ذكرت أظن في اللقاء الماضي، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه اضرب له مثلا، فقال اسمع سمعت أذنك عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ أرضا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة طعام ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعام. يعني كأن الله هيئ لنا قبل أن يدعونا، سبحان الله، يتودد إلينا، هيئ لنا، فبعث
رسولا يدعو الناس إلى طعام، فمنهم من أجاب ومنهم من ترك. فالله هو الملك، والدار الإسلام، والبيت الجنة، والمائدة طعام الجنة، وأنت يا محمد رسوله. فمن أجابك هكذا، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. اللهم ارزقنا الجنة. يبقى الوظيفة الثانية هي الدعوة إلى الله، والدعوة تحتاج إلى ضوابط وأحكام، وليس هذا مقام بيانها. فقه الدعوة، آداب الدعوة، أسلوب الدعوة، دي مسألة، ده موضوع ثاني خالص. لكن أنا أقول جملة: الدعوة تحتاج إلى بذل، صبر، جهد. الوظيفة الثالثة من وظائف الرسل هي التبشير والإنذار. ممكن ناخد نبذة عن طريقة الدعوة بحيث ان احنا مش هخلص الدرس. لو فتحت كده مش هخلص الدرس والله. خليها درس ان شاء الله. الله المستعان. الوظيفة الثالثة هي التبشير والإنذار، يعني يبشرون وينذرون. وذلك في قوله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وهنا وقفة تحتاج إلى عقل حصيف قلب سليم لفهم فقه الدعوة. فإن ناسا من الناس زعموا أن الدعوة لا تقوم إلا بالتبشير فقط. عشان تدعو لازم تفضل مبسط كل حاجة، لا يوجد انذار أبدا، لا يوجد تحذير أبدا، إنما كله حلو، كله حلو. فهل يظن الناس أنهم أرحم بالناس من الله؟ فهل يظن الناس أنهم أعلم بالناس من الله؟ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، أن يتخاصموا في الباطل ويتسابقوا في الباطل. يعني ينفع إن أنا بعد ما ربنا قال إن دعوة الرسول تبشير ولا تنفك عن الإنذار، عن التحذير، الاثنين مع بعض. لا يمكن أن تستقيم الدعوة أبدا إلا بالاثنين. فكيف جعلوها في زماننا جريمة أن نحذر الأمة وأن نوقف لهم الهمة؟ إزاي؟ قال لك لا، فقه الدعوة يقتضي إنك تكون دايما بسيط ودايما مسهل ودايما موسع، وكده كله سهل كله جميل. حتى وانت تتكلم في النار لا تبقى كده حلو كده. أنا لا أدري من أين جاء بهذا الكلام، لا أدري. إذن وظيفة الرسل التبشير والإنذار. ما ينفعش إن إحنا نفصل بينهم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. والعجب أن من هؤلاء الأفاضل من إذا تكلم عن أهل السنة أو عن أهل السلف إذا به يهاجم كهجوم الأسد على الفريسة. عندما ينتقص أهل السنة يا خبر. فإذا تكلم على الفاجرين والفاجرات يقول لك لازم بالراحة ولازم ما عرفت بيعمل بالظبط. يعني والله ما يشتد في تجريح الذين هم أكثر تمسكا بالسنة بمجرد اختلاف حتى من وجهة نظري في الطريقة، إذا بهم يتحول عليهم كأسد هقور. وعند المنحرفين وعند البعداء عن الدين إذا به نعامة. سبحان الله. مع أن الله قال في وصف المؤمنين: أشداء
أشداء على الكفار رحماء بينهم. نسأل الله العافية. يبقى التبشير والإنذار مهم جدا جدا أن تكون الدعوة عندك تجمع بين الأمر، ولكن ننزل السيف في وقت السيف وننزل الرحمة في وقت الرحمة. يعني أنا معاك في الحين أعرف كيف أبشر وكيف أحذر، لكنني أفقه متى أستخدم هذا ومتى أستخدم هذا. ولهذا قلت أنا في اللقاء الماضي والذي قبله ما قاله صاحب الأردوزة في بيان وظيفة الرسل. ماذا قال؟ اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سودا وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. خلق الخلق لغاية عظيمة وهي إفراد الله بالألوهية والعبودية. بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، لينذروهم ويبشروهم ثم بذا العهد يذكروهم، أي بالميثاق، كي لا يكون للناس حجة بل لله أعلى حجة عز وجل، إلى آخر الكلام. يبقى إذن لينذروهم ويبشروهم. يبشروهم بماذا؟ يبشروهم بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أي في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، يبقى ده تبشير. وأما الإنذار: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إذن في تبشير في إنذار. طيب هذه الوظيفة أو هذا الأمر الذي قام به الرسل يجب علينا أن نقوم به كما قام به أنبياء الله عز وجل. قد يغلب جانب أحيانا، قد يغلب أحد هذين الجانبين أحيانا، ولكن يبقى الثاني موجود لا ينتهي. أما الوظيفة الرابعة من وظائف الرسل وهي إصلاح النفوس. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ليه؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم. أي يزكيهم يعني إيه؟ يطهرهم. إحنا عندنا أمراض نفسية، صح؟ حب الظهور، العجب، الرياء، الانتصار للنفس، الجبن، الذل، دي أمراض نفسية. يجي بقى الدين يصلح النفوس، يطهرك، يعلمك الشجاعة في الحق والتواضع للحق، واخد بالك؟ الكبر بطر الحق وغمط الناس. شوف بخلاف الكبر عند مفهوم البشر، لا جاء ففهم البشر ما هو الكبر. ليس هو الثوب الحسن والنعل الحسن، لكنه غمط الناس، الاستخفاف والاحتقار والازدراء والامتهان للناس. يبقى ما هي وظيفة الرسل بعد ذلك؟ إصلاح النفوس، يعني علاج النفس من أمراضها، تتحرر من ضعفها أمام الشهوات. مش قادر يقول لا تصوم، طب قيم الليل، طب زكي. ده اسمه ايه؟ علاج نفسي، واخد بالك؟ ولذلك يعني نصف او لا أبالغ اذا قلت 3/4 المرضى النفسيين هم ضعفاء في الايمان والعقيده، ضعفاء في الايمان والعقيده. وانا اذكر موقفا حصل لي شخصيا انا، ان بنتا كانت زوجة
وكانت تفعل الأفاعيل بأهلها وزوجها، وتريد أن تلقي بنفسها من شرفة البلكون، وتريد أن وتفعل الشيء وتقول ما فعلت، ولا تفعل وتقول فعلت، وأشياء عجيبة، وعجزوا معها تماما. ما بين الشيخ فلان في الفيوم، الشيخ فلان في القلوبية، الشيخ فلان في المنوفية، بلاش المنوفية، الشيخ فلان بلاش منافي الخالص، الشيخ فلان في الصعيد، لفوا. بل وأتها من ذلك أنهم وصلوا إلى الكنائس وذهبوا إلى القساوسة وفعلوا ما لا يقبله الدين أبدا، وهي كما هي، ربما تهدأ ثم تعود كما هي أو أشد. فلما كلموني وأنا لا أعالج، أيوة كده، إنما كلموني من باب مناقشة القضية الدينية، ولما أصروا على أن يعني أرد عليهم وأن أناقش الأمر، والله يا جماعة، وهذا الكلام يعني منذ ما لا يقل عن مثلا 15 سنة، ما جالست هذه البنت إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة مع محارمها وأهلها، أسألها وترد، أسألها وترد، والله ما زدت عن كلامي معها في العقيدة. أين عقيدتك؟ أين إيمانك؟ أين ثقتك؟ أين يقينك؟ أين ذكر الله؟ أين التوكل؟ أين التسليم؟ أين ثباتك؟ أين ثبات الإيمان؟ أين رضاقة الجأش؟ أين الدعاء؟ أين؟ وظللت ألقن في خلال ما لا يقل عن ربع ساعة هذه الطاقة التي تدخل في داخلها، والله أقسمت قالت قد شفيت بفضل الله. وإلى الآن كأنها مسألة إيه؟ عقيدة. مسألة إيه؟ عقيدة، بناء نفسي، إصلاح النفوس. ممكن تدخل تحضر خطبة عند الشيخ يقول لك الشيخ غسلنا، صح؟ أهو ده بقى، أدي وظيفة الرسل، إصلاح النفوس. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا من أفضل الناس أخلاقا قبل الإسلام، يشربون المنكرات، ربما يقتل القوي الضعيف، ربما يغتابون، ربما يفعلون الفواحش إلى غير ذلك من الموبقات. كيف تحولوا إلى قمم إيمانية، إلى أخلاق إنسانية، إلى ركائب تقود البشرية إلى رب البرية. قل بالله عليك إنه الإيمان، إنه الدين، وظيفة الرسل إصلاح النفوس. أنت ما خدتش بالك مرة لما واحد شافك في الشارع وقال لك والله يا أخي لازم بشوفك بحس إن أنا افتكرت السلام، افتكرت الجيل أو الصحابة كده، بحس إن في ملايكة، صح؟ هو ده إصلاح النفوس. ما افتكرتش يوم ما فلان قابلك في الشارع والسيجاره في ايده وراح راميها تحت رجليه واتعدل كده. ليه؟ اصلاح النفوس. هي وظيفه الرسل وهي وظيفتنا من بعدهم. نسال الله ان يستخدمنا بحسن اخلاقنا وتمكيننا ودلنا والعمل بديننا. يبقى وظيفه الرسل الرابعه هي ايه؟ اصلاح النفوس. اما الوظيفه الخامسه وهي سياسه الامه. ولا يفوت على عقل حقيق أن يدرك ما في هذه من دلالة أن وظيفة الرسل لا تقف عند البلاغ والدعوة والتبشير والإنذار وإصلاح النفوس، بل هي تقوم مقام القيادة والسياسة. فوظيفة الرسل ومن بعدهم سياسة الأمة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس. شوف، تحكم، يبقى الدين نزل ليحكم.
لا ليهمش، لا ليوضع في المسجد أبدا. الدين جاء منهج حياة بالكامل. الإسلام جمع لنا ما نحتاج إليه في الحياة. الدين فيه المسجد والسوق، فيه المصحف والسيف، فيه العلم والعمل، فيه كل ما تحتاجه النفوس. إذن وظيفة الرسل سياسة الأمة، تحكم بينهم بما أنزل الله. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي قام نبي، كلما هلك نبي قام نبي. إذن وظيفة الرسل سياسة الأمة، ووظيفة العلماء سياسة الأمة. نحن لا نعني بهذا أن نصل إلى الحكمة، إنما نصل إلى أن نقيم الدين. كنا في موقع القيادة أو لا، إنما نقصد به أن الدين يقوم مقام الحكم، النظام العام. ولا أجد تعارضا أبدا بين الإطار الديني العلمي وبين الإطار السياسي. ولازم نفهم ده كويس قوي يا أهل السنة والجماعة. لا يوجد تعارض البتة بين الإطار السياسي وبين الإطار العلمي العملي الاعتقادي، كما هو مصور في أذهان الجماهير إن دول ما يلتقوش، فلا دين في السياسة ولا في الدين. الكلام ده كلام باطل، وخير شاهد على ذلك هو منهج الخلفاء بعد الأنبياء. فهم بشر حكموا بالدين، فكانوا خلفاء الأمة وعلماء السنة. فكانوا ايه؟ خلفاء الأمة وعلماء السنة. لذلك قادت الأمة بدينها رجالا سادوا الأمم وحطموا الأساطير وجددوا أعداء الدين. صح ولا مش صح؟ تخيل تقول صح ولا صح؟ طيب. إذن وظيفة الرسل سياسة الأمة، وظيفة العلماء سياسة الأمم. لا نطلب ولا يطلب العلماء أبدا حكما ولا وصولا ولا مناصب أبدا، إنما يطلبون أن يكون الدين هو الحاكم. ولو كنا في أرض الناس فقط لا يعنينا. فسياسة الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحكم. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. ما نزل الكتاب ليكون في الدير أو الكنيسة أو المسجد، إنما نزل ليحكم البشر. ليحكم البشر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. ونزعت الطاعة عند أولي الأمر وبقيت عند الله والرسول. واخد بالك ولا مش واخد؟ ابتدأ. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. فين الطاعة؟ لا. طب يعني ايه الكلام ده؟ طاعة الله مطلقة لا اختيار لك فيها، وطاعة الرسول مطلقة لا اختيار لك فيها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا.
لكن عند أولي الأمر قال إيه؟ وأولي الأمر أي أن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعتهم لله لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية. وصلت؟ سهلة أم صعبة؟ صعبة؟ يا راجل الله ولا ثاني. أطيعوا الله مطلقا، إذا أمر الله بأمر يجب أن نقول إيه؟ أطيعوا الرسول مطلقا، إذا أمر الرسول بأمر تقول ماذا؟ أما عند أولي الأمر فإن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعتهم لله، فإذا أمروا بخلاف أمره أو أمر رسوله لا طاعة في معصية. الآن سهلة أم صعبة؟ يبقى ما هي وظيفة الرسل الخامسة؟ قيادة الأمم، قيادة الأمم. لأن البشر لا يصلحون لقيادة البشر. أنا عشان أبقى رايح عليك هتقول اشمعنى؟ طب خلاص نعدل لك. اشمعنى أعدل لك؟ اشمعنى هتعدلني أنا بعد كده؟ اشمعنى هعدلك أنت بعد كده؟ هنفضل نعدل في بعض. إذا احنا ما ينفعش نقود بعض أبدا، ولا يصلح أن نعبد العقل ولا نعبد الرب أبدا. لا يستقيم أبدا أن نعبد العقل فنجعله إلها مشرع وأن نترك الرب سبحانه وتعالى. والله يعلم أنتم. إذا لا نتحاكم إلا إلى الله. فالدين يسوس الأمم، ووظيفة الرسل قيادة الأمة، سياسة الأمة. والبشر يحتاج إلى من يقودهم إلى الخير، لأن البشر ما يعرفش حاجة. احنا ما نعرفش حاجة بالبلد كده، احنا غلاب. لو سيبنا لبعض المسألة هنقطع بعض. صح ولا صح؟ ده احنا ممكن واحنا داخلين مسجد لو حصل مشكلة تلاقي الأصوات عليت واحنا بالمسجد. تركب المترو، تركب الأتوبيس، تركب وبشر، ومع ذلك ما شاء الله يعني لو سيبناهم على بعض حاجة صعبة. صح ولا صح؟ ايه اللي بيقودنا هنا؟ الدين. وإلا فنحن بين أمرين لا ثالث له. إما أن يقتل بعضنا بعضا فنرجع إلى الجاهلية والعصبيات والحمية، وإما أن ننسلك كالغرب فنكون بلا أخلاقيات إباحية. يبقى إيه اللي يعطينا من دولة؟ الدين. هذه وظيفة الرسل. أما الوظيفة السابعة والأخيرة والسادسة عفوا والأخيرة وهي إقامة الحجة. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولو أن كما قال الله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، لو حصل ذلك يعني هيقولوا لا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا من قبل فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ما كانش جالنا رسول لا أجلكم الرسل وأقاموا الحجج وأسقطوا الشبه وأدلجوا بالبينات، ولكنكم أبيتم إلا عصيان رب الأرض والسماوات. لذلك من وظيفة الرسل إقامة الحجة، ونحن من بعده نؤدي ما علينا ولا نملك هداية البشر. بتعمل ذلك. واوعى دايما تنشغل انك تقنع. اوعى دايما تخلي غايتك انك تقنعه. هتتعب نفسيا. هتلاقي واحد قعدت معاه 9 سنين وهو زي ما هو، والتاني قعدت معاه 9.5 وتقريبا هو اتأثر فيك مش انت اللي أثرت فيه. هتتعب نفسيا. امال انت بتعمل ايه؟ والله انا بلغته واقمت الحجه عليه. انما يقتنع ما يقتنعش اوعى تربط الدعوه على كده.
هترجع بقى تفكر بإيه؟ إن عليك إلا لست عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. يعني خالد بن الوليد أرجح الناس عقلا أسلم متأخرا رضي الله عنه وارضاه. فهل عجز النبي عن البيان؟ تأخر إسلام أبي سفيان، وتأخر إسلام معاوية، وتأخر إسلام عمرو بن العاص، وهكذا بدون ما نعدي. فهل هذا يعني التقصير في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. يبقى مسألة إنك تقنع دي شيلها في دماغك. أنت تاخد بالأسباب، تبشر، تنذر، تبذل، تصبر، تدعو، تلين، لكنك إذا فعلت ذلك ولم يهتدي من أمامك لا تحزن وتيأس. ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقوله. لكن ربنا قال له في موضع آخر إيه؟ ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. فأنت مالك دعوة. هذه هي وظيفة الرسل، وهي وظيفتنا من بعدهم على قدر جهدنا وطاقتنا. ما حاجة البشر إلى الرسالات؟ يعني هم البشر محتاجين رسالات؟ محتاجين رسل؟ لا شك. وهذا وضح جدا فيما بيننا. يعني لما نتكلم عن وظيفة الرسل ثم بعدها أنظر لك وأقول هل البشر في حاجة إلى الرسالات؟ الجواب قطعا نعم. لأنهم لا يستطيعون أن يحيوا بلا نور. رسولا يتلو عليهم آيات الله المبينات ليخرجهم من الظلمات إلى النور. ولقد أرسلنا موسى إلى قومه أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يبقى البشر في حاجة إلى الرسالات وإلى الرسل قطعا. يقول ابن القيم لا سبيل إلى السعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا إلى معرفة الخبيث من الطيب إلا على أيدي الرسل. تاني؟ يقول ابن القيم رحمه الله لا سبيل إلى السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا إلى معرفة الخبيث من الطيب إلا على أيدي الرسل. فالضرورة إليهم أكثر من ضرورة البدن إلى الروح. صح؟ فالضرورة إليهم أي إلى الرسل والرسالات أكثر من ضرورة البدن إلى الروح. كما لا يحيا البدن بلا روح كذلك لا يحيا البشر بلا رسل ولا رسالات. ولذلك ربنا قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ الآية. إذا نحن في حاجة من الرسل والرسالات. سؤال أيضا لطيف بهذه النقاط: ما هي الغاية من الرسل والرسالات؟ انت عرفت الإجابة صح ولا صح؟ ما هي الإجابة؟ ما هي الغاية من الرسل والرسالات؟ الجواب واضح، هي هداية الخلق إلى الخالق. فما جاءت الرسل وما جاءت الرسالات إلا لتكون منهج حياة للبشر يكشف عنهم الظلمات ويصل بهم إلى رب الأرض والسماوات. أدي الغاية، تعبيد الناس لرب الناس، هذه الغاية. طيب انت دلوقتي بتقول لي انت كلمتني عن وظيفة الرسل وعن الرسالات، يعني معنى كده ان في رسالات. اذا دعوة الرسل
إلى البشر كانت عن طريق رسالات. طب السؤال بقى، هل كانت دعوة الرسل تتفق أم تختلف؟ هل الرسالات التي جاءت من عند الله على رسل الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليهم تتفق أم تختلف؟ الجواب تتفق في أمور وتختلف في أمور. إذن فيما تتفق الرسالات والرسل وفيما تختلف الرسالات والرسل. هتقول لي بقى، لأن أنت راجل أستاذ في العقيدة وقوي جدا ومتين قوي، أنا عارف أقول لك تقول لي أول حاجة بيتفقوا فيها، هتقول لي الدين، توحيد. إذا كلهم متفقون في الدين، كل نبي جاء يدعو إلى الإسلام، كل رسول هدف بدعوة الإسلام، ولم تظهر عند الله ديانات، إنما هو دين واحد، هو دين الإسلام. إنما كل نبي جاء يدعو قومه إلى هذا الدين، وهذا واضح جلي في كتاب رب العالمين، بدءا من نبي الله آدم عليه السلام، ثم بنوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وحديث البخاري يقطع يقول فيه صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أنا نفسي واحد يكون راجل فاضل يقول كلمة دينهم واحد دي جنبها كده الأديان السماوية، تيجي ازاي؟ تيجي ازاي؟ تيجي حد خايفين؟ تيجي ولا ما تجيش؟ كلكم كلمة واحدة؟ طيب الحمد لله. حديث واضح قاطع، دينهم واحد، دينهم واحد. طبعا التحف عشان يخلصوا الموضوع ده يقول لك البخاري كذاب وأفاك وشيوخه كانوا أمار ونصابين وكذبوا على النبي، ويألفوا لنا كتب يقول لك دفاعا عن النبي. من مين؟ من البخاري. والأمة الغافلة والأمة الغافلة. يا جماعة الحرب شرسة جدا، والهجمة التي آتية كنا قديما يعني في السنوات الماضية كانت الهجمة تيجي فين؟ تيجي في مسألة، تيجي في عذاب القبر، تيجي في الشفاعة، ودي مصيبة، تيجي في الختان، تيجي في الحجاب. تصوروا ان ده هيبقى بسيط. ليه؟ لأن المرحلة الآتية هي هدم السنة تماما، يعني هدم الدين. يعني لما نيجي نطعن في البخاري ومسلم نطعن في رواة السنة وأئمة العلم والحفظة، يبقى سقط الدين. ساعتها بقى يعني هتقول بخاري، هتقول لي عذاب القبر، يا عم ده كده رضا قوي، بس خليه عند عذاب القبر، مش مهم يؤمن بيه، المهم ان هو بيقول لا اله الا الله. خدوا بالكم يا شباب، شدوا حرص طلب العلم ودونوا العلم واحفظوا العلم. المرحلة صعبة جدا والله، قضية مش قضية يعني مسألة او طرح، لا ده يعني
فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة يمرقون من الدين ويخرجون من الدين أكثر مما تفر الحمير من الأسود. فالمسألة صعبة جدا، وأنا بحذر من الآن. احنا بدأنا يعني أو هم بدأوا في المرحلة الأخيرة بس بحوالي 13 كتاب دمروا الدنيا وانتشروا، ما نعرفش المرحلة بعدها، وهم يتوعدوا ان دي البداية. عشان كده المطلوب ان احنا ننتبه. انت لما يجي واحد يقول لك البخاري طب شيخ فلان كان مطعون فيه وقال فيه كذا 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 وفلان، وحضرتك ما تعرفش حاجه، هتعمل ايه؟ الصحابه طيب ده عمرو بن العاص مره عمل كذا وكذا وكذا، انت ما تعرفش حاجه، هتعمل ايه؟ لو ثبتت مره لن تثبت الثانيه، واحنا ضعاف والشبهات قويه. عشان كده لازم من دلوقتي نلتصق بالعلماء وندون العلم ونحفظ العلم، فإنه هو السلاح الزاد أو هو الزاد الباقي لنا في هذه الأيام. إن شاء الله بنا ننتصر، لكن ببعض الهمة والاهتمام. وطبعا أنا عايز أقول على الجانب الآخر ما تنزعجش لدرجة إنك أنت تخاف، لأنها شبهات أكثر مما تتصور كالذباب. فضل الله أقل شبهة منها يمكن لأي واحد أن يرد عليه لو قرأ صفحتين 2 من أي كتاب من كتب الحديث أو من كتب السنة. فضل الله يعني ايه شبهات تافهة وعبيطة وياما اتقالت زمان كده. احنا بس بنحاول ننبه الجماهير إلى الخطورة. نعود إلى نعم. تتفق الرسل في وحدة الدين. الأنبياء أخوة العباد أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فالإسلام ليس اسما لدين خاص، إنما هو اسم لجميع الرسالات التي نزلت بها الأنبياء. فالتوراة يدعو إلى الإسلام، والإنجيل يدعو إلى الإسلام، والقرآن يدعو إلى الإسلام، والزبور يدعو إلى الإسلام، وصحف إبراهيم، وكل كتاب نزل من رب العالمين يدعو إلى الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. قال الله عز وجل: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له إيه؟ ما شاء الله عليكم، ونحن له مسلم. زي ما قلنا قبل كده كتير ما قاله القحطاني في نونيته في بيان هذا الدين أنه دين الأنبياء ودين رب العالمين، كما قال في سورة المائدة: ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام، إذن هو دين واحد. اختلفت الشرائع يبقى التوراة تختلف عن الإنجيل في الأحكام في الحلال والحرام، لكنه عيسى دعا الإسلام. قال الله عز وجل: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. يا سلام، دي في سورة إيه؟ آل عمران. هتلاقي بقى في المائدة: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. يبقى عيسى كان بيدعو الإسلام، والذين آمنوا من أتباعه آمنوا بالإسلام، كما قال صاحب النونية. قال إيه؟ وله دعا عيسى ابن مريم قومه لم يدعوهم لعبادة الصلبان. والله ما دعاهم لعبادة الصلبان، إنما دعوا إيه؟ وله دعا عيسى ابن مريم قومه لم يدعوهم لعبادة الصلبان
والله أنطقه صبيا بالهدى في المهد ثم كما على الصبيان. أنطقه بالإسلام، إني عبد الله آتاني الكتاب الآية. وقال في أول الأبيات في المدخل: شريعة الإسلام أفضل شرعة دين النبي الصادق العدنان، هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. كلام من هذا؟ كلام نوح عليه السلام في سورة يونس. في سورة يونس قال ذلك: وله دعا هود وله، أنا مش عايز أقول المتن كله تاني لأن احنا قلنا قبل كده كتير. الشاهد إنه معروف أنه اتفقت الرسل في وحدة الدين وهو الإسلام. أما اختلافه كان في الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يبقى دين موسى كان ايه؟ الإسلام. ولما آمن السحرة آمنوا بالإسلام. لما آمن السحرة سحرة فرعون وآمنوا بموسى عليه السلام قالوا آمنا برب هارون وموسى. فرب هارون وموسى، وموسى كان بيدعوهم لإيه؟ للإسلام. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وفرعون نفسه لما زعم الإيمان عمل إيه؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. شوف كفر ايه؟ كفر. لذلك قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. طهر. صير العلم ليبني آية هي بين الناس تبدو كالعلم، لكن الله جعلها قطرا لجبار ظلم. يبقى الدين أو وحدة الدين تتفق فيه أنبياء الله أجمعين ورسل الله أجمعين. اوعى بقى تختار عليك المسألة تقول لي طب القرآن ده إيه؟ طب التوراة ده إيه؟ طب الزبور إيه؟ تقول لي اسمها إيه؟ شرائع، رسالات. اسمها إيه؟ وشاهد ذلك في آية عظيمة في سورة الشورى: شرع لكم من الدين. فقال من الدين ولا من الأديان؟ ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، كل دول وبعدها أن أقيموا الدين. يبقى شرع لكم من الدين أن أقيموا الدين. إذا كلهم دعوا إلى دين واحد ولا تتفرقوا فيه. جميل يا جماعة. بيتفقوا الأنبياء في ماذا أيضا؟ هناك أمور أخرى اتفق فيها الأنبياء وهناك أمور اختلف فيها الأنبياء. هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى وقدر. نعم. الرسالات السماوية. لا، الرسالات السماوية. نعم. نكتفي بهذا القدر وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. اللهم آتنا حسن الاعتقاد ونور اليقين وصلاح العمل وبركة الدعاء. اللهم آتنا حسن الاعتقاد ونور اليقين وصلاح العمل وبركة الدعاء. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشف أمراضنا،
اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد أزواجنا، واهدنا إلى أزواجنا، واهد أبناءنا، وأصلح أحوال أمتنا. اللهم ردها إلى دينك مردا جميلا. اللهم اجعلنا أهل اتباع ولا تجعلنا أهل ابتداع. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من العاملين بكتابك يا كريم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم طهر قلوبنا بالقرآن. اللهم انقلنا بالقرآن من البدعة إلى السنة، وانقلنا بالقرآن من الجهل إلى العلم، وانقلنا بالقرآن من الشبهات من الشهوات والشبهات إلى طريق رب العباد. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الإهانة إلى الكرامة. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الفرقة والشتات إلى الوحدة والجماعة. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الضياع إلى الطريق السليم. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من كل شر إلى كل خير، ومن النار إلى الجنة. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأعتذر عن الأسئلة والله المستعان، يعني لعلنا نجعل لمسا كاملا للإجابة على الأسئلة. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نعرف توصل الأسئلة دي؟ أهلا وسهلا. ما شاء الله عليكم. أهلا وسهلا. أهلا ما شاء الله. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا الله. ايه الله يجزاك سعيد. السلام عليكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ. حاضر انا هجيب مخصوص، انا هجيله. بارك الله. الله يبارك فيكم. اهلا وسهلا ومرحبا الله بالشيخ. الناس كلها شهادة الجميع من كل كمية بفضل الله، لكن أبوها يعني مش قوي يعني. أبوها مش واسع. كمل ولا أرجع؟ لا أن تكمل بشرط إنك أنت تكون واضع ضوابط تحفظوا الصدمات اللي بعد كده. يعني أي مرة ممكن تنجح بشرط تحط لها إيه؟ ضوابط بس. برضه مش فاهم النقطة دي. ضوابط يعني لما تكون بتطبق على شيء خليك واضح، وتخلي ان حضرتك من اول الطريق